كل ما اتقدم في شغلي الناس تقول لي الخطوة الجاية لازم تبقى مدير. طب لو أنا شاطر في شغلي بس مش عايز أدير ناس، كده أنا ما عنديش طموح؟ ده سؤال حلو جدا. بص، مش كل واحد شاطر لازم يبقى مدير. سامعني كويس؟ لأن الإدارة شغل تاني خالص، وممكن تبقى بتحب شغلك ومتميز فيه جدا، بس انت مش عايز يومك كله يبقى عبارة عن اجتماعات ومشاكل ناس ومتابعة مين عمل ومين ما عملش. انت مش عايز كل ده. طب انا المفروض اعمل ايه؟ اول حاجة واهم حاجة، اعرف من بدري ينفع تكبر في شركتك وانت خبير في شغلك، ولا لازم تبقى مدير علشان تترقى. 2، لو سمحت لما تتكلم عن مستقبلك اللي جاي ما تطلبش مسمى وخلاص، اطلب شغل زيادة، مسؤوليات زيادة، ومرتب يناسب خبرتك. 3، خلي شغلك واللي انت حققته باين علشان الناس تعرف ان قيمتك في اللي انت بتعمله، مش في عدد الناس اللي شغالة تحتيك. وافتكر دايما، مش لازم تدير ناس عشان تبقى ناجح. ممكن تكبر في شغلك وتكسب أكتر وتأثيرك يزيد من غير ما تدخل في دور انت اصلا مش حابه. فاهمني؟